السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة عندنا أول محاضرة في الميكروبيولوجي. المحاضرة دي هنتكلم على History of Microbiology، تاريخ علم الميكروبيولوجي. بس أول حاجة عندنا يعني إيه ميكروبيولوجي؟ ميكروبيولوجي ده العلم اللي بيدرس small living things، بيدرس الميكروأورجانيزم، الكائنات الحية الدقيقة. طب الميكروأورجانيزم دي بتقاس بإيه؟ بتقاس بحاجة اسمها مايكروميتر. الميكروميتر ده equal 10 باور نيجاتيف 6، 1 على مليون من المتر. يبقى علم الميكروبيولوجي هو العلم اللي بيدرس small living things، الكائنات الحية الدقيقة، بنسميها ايه؟ مايكرو اورجانيزم. طب دي بنقيسها بايه؟ بنقيسها بحاجة اسمها مايكروميتر، 10 باور نيجاتيف 6، ده 1 على مليون من المتر. طيب احنا دلوقتي عشان ندرس علم الميكروبيولوجي دي حاجات انا ما بقدرش اشوفها بعيني، ليه؟ لانها بتقاس بالميكروميتر، فبحتاج ايه؟ بحتاج ماجنيفيكيشن تول، بحتاج تول تكبر لي الميكروأورجانيزم بحيث ان انا اقدر اشوف الاستراكشر بتاعه. التول دي عندنا اسمها ايه؟ اسمها الميكروسكوب. يبقى الميكروسكوب ده الماجنيفيكيشن تول اللي انا بستخدمها عشان ادرس علم الميكروبيولوجي. طيب various disciplines within microbiology. علم الميكروبيولوجي ده علم كبير، تحتيه بعض التخصصات، كل تخصص بيدرس حاجه خاص بحاجه. زي عندنا زي البكتيريولوجي. البكتيريولوجي ده تخصص من الميكروبيولوجي، بيدرس ايه؟ بيدرس البكتيريا. الميكولوجي ده تخصص من الميكروبيولوجي، بيدرس الفانجي. الفايكولوجي ده تخصص من الميكروبيولوجي، بيدرس الالجي. البروتوزوولوجي ده تخصص من تخصصات الميكروبيولوجي، بيدرس البروتوزوا. والفيرولوجي بيدرس ايه؟ بيدرس الفيروسز. يبقى كده عندنا علم الميكروبيولوجي ده علم كبير، تحتيه بعض التخصصات، كل تخصص خاص بحاجه. بكتيريولوجي بكتيريا، مايكولوجي فانجي، فايكولوجي الجي، بروتوزوولوجي بروتوزوا، فيرولوجي فيروسز. ده كان بالنسبه لاول حاجه عندنا لتعريف الميكروبيولوجي. طب ايه بقى الهيستوري اوف مايكروبيولوجي؟ علم الميكروبيولوجي عندنا 3 بايونيرز، 3 رواد في علم الميكروبيولوجي. هنبدا بأول واحد عندنا هو أنتوني فان ليفنهوك. أنتوني فان ليفنهوك سنه 1673، ده اول شخص يشوف الليفنج سيل. طب شافها عن طريق ايه؟ شافها عن طريق سيمبل مايكروسكوب. هو كان معاه سيمبل مايكروسكوب. هو ليه سيمبل؟ عشان الميكروسكوب ده بيتكون من اونلي سنجل لينس، من عدسه واحده بس. طب هو عمل ايه؟ خد عينه من مياه البرك اللي هي البوند ووتر، خد منها عينه وشافها تحت السيمبل مايكروسكوب بتاعه اللي هو بيتكون من عدسه واحده. لقى ايه؟ لقى حاجات بتتحرك، سماها، اداها اسم، سماها انيمال كيولز. يبقى مين هو انتوني فان ليفنهوك؟ ده اول واحد قدر يشوف الليفنج سيل. شافها عن طريق ايه؟ عن طريق سيمبل مايكروسكوب. طب هو ليه سيمبل؟ عشان الميكروسكوب بتاعه بيتكون من عدسه واحده بس، اونلي سنجل لينس. طب عمل ايه؟ خد سامبل فروم البوند ووتر اللي هي مياه البرك. لما خد السامبل دي وشافها تحت السيمبل الميكروسكوب بتاعه، لقى حاجات بتتحرك، سماها انيمال كيولز. انيمال كيولز، انيمال معناها موف، كيولز معناها سمول. ده الاسم اللي قاله مين؟ أنتوني فان ليفنهوك. يبقى أنتوني فان ليفنهوك ده أول واحد يشوف الليفنج سيل، شافها عن طريق السيمبل مايكروسكوب بتاعه اللي بيتكون من اونلي سنجل لينس، من عدسة واحدة. خد عينة من مياه البرك وشافها تحت الميكروسكوب، لقى حاجات بتتحرك، سماها أنيمال كيولز. طب نيجي لتاني واحد عندنا، تاني بايونير، هو لوي باستير. لوي باستير ليه اسماء كتيرة جدا جدا في علم الميكروبيولوجي. أول حاجة عندنا باسترايزيشن، هي اسمها باسترايزيشن على اسمه. طب يعني ايه باسترايزيشن؟ باسترايزيشن معناه ان انا بستخدم درجه الحراره، بستخدم الهيت تريتمنت عشان اعمل ايه؟ كل الهارمفول بكتيريا اند باثوجين. طب انا بستخدمها في ايه؟ بستخدمها في اللبن. احنا دلوقتي لو جيت رحت اشتريت لبن، هتلاقي مكتوب عليه كده لبن مبستر. لبن مبستر يعني اللبن ده حصل له باسترايزيشن. حصل له ايه؟ جبنا اللبن ده، عرضناه لدرجه حراره عاليه، بعد كده عملنا له رابيدلي كولينج. ليه؟ عشان نقتل كل الهارمفول بكتيريا ونقتل كل الباثوجين. دي عمليه ايه؟ عمليه الباسترايزيشن. يبقى باسترايزيشن usage of heat treatment to kill harmful bacteria and pathogens. طب ايه انواع الباسترايزيشن؟ عندنا 3 انواع، دول اشهر 3 انواع. LT اللي هو low temperature long time، اللي احنا بنستخدم درجات حراره عاليه في وقت قليل، ودرجات حراره قليله في وقت عالي. تمام؟ هي علاقه انفيرس بين التايم والتمبريتشر. طيب يبقى 3 تايبس عندنا، LT و HTST و UHT. ال LT low temperature long time، يعني درجه حراره قليله في وقت كبير، قللنا درجه الحراره، تمام، وزودنا التايم. طيب تاني نوع عندنا HTST high temperature short time، بنزود درجه الحراره ونقلل ايه؟ نقلل الوقت. مثال عندنا 72 درجه سليزيوس لمده 15 ثانيه.
طب اليو اتش تي، دي الترا هاي تمبريتشر، درجه حراره بتبقى اعلى من 135 درجه سلسيوس لمده كام ثانيه؟ لمده ثانيتين. ده كده بالنسبه ايه؟ للباسترايزيشن. تاني حاجه عملها العالم لوي باستير هي الفاكسينيشن. يعني ايه فاكسينيشن؟ احنا دلوقتي لما ظهر عندنا فيروس كورونا، جه بعدها بفتره اللي نروح خدوا اللقاح بتاع فيروس كورونا. يعني ايه بقى لقاح؟ فاكسين. يعني ايه فاكسينيشن؟ فاكسينيشن معناها ان انا بجيب البكتيريا والفيروس بضعفهم، بخليهم في صوره ضعيفه وبدخلهم جوه جسمنا. ليه؟ عشان جسمنا عنده حاجه اسمها اكوايرد اميونيتي، فبيعمل ايه؟ بيعمل ميموري سيل، اللي هو لما الفيروس يخش له بصوره ضعيفه جسمنا بيعمل ميموري سيل، خلايا ذاكره ضد الفيروس ده، فلما تيجي تتصاب بيه مره تاني يعمل ايه؟ الجسم يعمل استجابه اسرع، فالاعراض ما تظهرش علينا. دي معنى كلمه فاكسينيشن. يبقى فاكسينيشن انجكت ذا بادي وذ مايكرو اورجانيزم، سواء البكتيريا او الفيروس. ليه؟ عشان اعمل ستيميوليشن للاميون سيستم، للجهاز المناعي، عشان يعمل ايه؟ يعمل ميموري سيل، عشان بعد كده لما اجي اتصاب بنفس الفيروس او نفس البكتيريا الاستجابه تبقى ايه؟ تبقى سريعه. طب هو لوي باستير عمل الفاكسينيشن مع ايه؟ عملها مع حاجه اسمها الريبيز. الريبيز ده عباره عن فيروس داء الكلب. ايه اللي بيحصل؟ الكلب اللعاب بتاعه بيبقى موجود فيه الفيروس ده، فلما يجي الكلب يعض حد اللي يحصل؟ اللعاب بيختلط بالجرح، فالفيروس يخش في الدم. طب الفيروس ده بيسبب ايه؟ بيسبب السعار، بيأثر على النيرفس سيستم، الجهاز العصبي. ده كان بالنسبه لتاني اسهام عمله العالم لوي باستير وهي الفاكسينيشن. طب تالت حاجه عندنا فيرمنتيشن. يعني ايه فيرمنتيشن؟ فيرمنتيشن بالعربي معناها التخمر. بتحصل ايه؟ اندر انيروبيك كونديشن، تحت ظروف لا هوائيه في غياب الاكسجين. البكتيريا بتعمل ايه؟ بتعمل كونسيوم للشوجر، بتستهلك السكر، وتعمل بروديوس، بتنتج يا اسيد يا الكحول. دي عمليه ايه؟ عمليه الفيرمنتيشن. المثال عندنا، مثال عندنا تشيز اندستري، صناعات الجبن. في بكتيريا اسمها لاكتوباسيلس. لاكتوباسيلس بكتيريا بتعمل ايه؟ اللاكتوباسيلس بتعمل كونسيوم لللاكتوز شوجر. اللاكتوز شوجر ده موجود في الملك، في اللبن. بتعمل كونسيوم للشوجر ده وتدينا اللاكتيك اسيد. طب ايه هو اللاكتيك اسيد؟ اللاكتيك اسيد ده بيدينا الفلافر، الطعم بتاع الجبنه، طعم الجبنه. اندر انيروبيك كونديشن، تحت ظروف لا هوائيه. يبقى المثال عندنا في التشيز اندستري هي اللاكتوباسيلس بكتيريا. كل اللي هي بتعمله بتستهلك السكر الموجود في اللبن اللي اسمه لاكتوز شوجر، وتنتج لنا لاكتيك اسيد ده بيدينا الطعم بتاع الجبنه. اندر ايه؟ اندر انيروبيك كونديشن، تحت ظروف لا هوائيه، في غياب ايه؟ في غياب الاوتو، في غياب الاكسجين. ده كان بالنسبه للمحاضره الاولانيه عندنا بارت 1 والسهمات العلامات والروتس اوف مايكروبيولوجي.